السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض صينية فراخ. طبعا المكونات بتاعتنا كلنا عارفينها. نسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. معانا فرخة مقطعينها طبعا بالشكل ده أهو. بعد ما قطعناها 4 أو 8 زي اللي انت عايزاه. ومعانا طبعا التوابل بتاعتنا اللي هي بتتكون من قرفة، جنزبيل، شوية من الكزبرة، وشوية من اللوري، وشوية من البابريكا، وطبعا الملح، وشوية من الخل. وعطينا برتقانية فيها بتبقى طعمها حلو عشان أي ريحة بتاخدها بالطريقة دي. وبعد كده طبعا بنحط كل المكونات بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. كزبرة واللوري والقرفة وشوية من البابريكا مع شوية من قلنا من ملح وشوية من الخل، وبنقلبهم في بعض كويس كده. بس بعد ما قلبنا كويس هنجيب الفراخ بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا بالطريقة دي اهو، وهكذا برضو بالطريقة دي. كله بالطريقة دي. وبعد كده طبعا هنحط عليها شوية من المية ومعلقتين من الزيت. وبعد كده هنحطهم طبعا فين؟ في الفرن، بس بعد ما نديهم غلوة بالطريقة دي. نصلي على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ونقول بالهنا والشفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.